لو سمحتي انا كان عندي سؤال، ممكن تقولي لي ايه اللبس اللي اروح بيه السفاره؟ تقريبا هي عندها انترفيو وعايزه تعرف هتلبس ايه. انا عايزه اقول حاجه يا جماعه، الانترفيوهات المقابلات اللي بتتعمل في السفاره انت بتعملها سواء لوتري، سواء فيزا زياره، سواء فيزا عمل، سواء دراسه، اي انواع من انواع الفيز. خليك اول حاجه راجل سيمبل جدا، هادي، يعني خطوتك ما تبقاش متوتر عشان هما بيقروا التوتر ده. تاني حاجة، لا اللبس هيفرق ولا شكلك هيفرق ولا حاجة هتفرق، هما مش باصين للحاجات دي. هما قدامهم كيس، مش عايزة اقول لكم ان هما ممكن يبقوا اصلا يعني الكيس دي مدروسة. ما هو مش جاي يستكشفك في اللحظة اللي انت دخلت عليها ليه في الشباك كده، هو ما تفاجئش بيك. ده ما يمنعش برضو ان انت تبقى رايح يعني محضر كلام كويس وعارف انت هتقول ايه وواثق جدا من كلامك. لبسك فورمال كاجوال، يعني لو انتي بنوته تبقي لابسه بلوزه كيوت، يعني حاجه سيمبل كده، ميك اب خفيف، مش رايحين بقى بكعب ومش رايحين مش عارف، يعني فاهمين ازاي. ده غير ان انتوا عايزين تبقوا عارفين يا جماعه ان انتوا داخلين السفاره بتتفتشوا تفتيش رهيب، يعني اكسسوارز وحاجات، ده كله شوزات بتتخلع والحاجات، يعني تفتيش قوي جدا. ولكن ده ما يمنعش انك تبقى رايح برضو شكلك كويس وحلو وبتاع. اهم حاجه في اي مقابله يا جماعه تبقوا واثقين جدا من نفسكم، بترد على قد السؤال، ابوس ايديكوا ردوا على قد السؤال، ما تفتحش القنصل مش صاحبك. لو سؤال بيس اور نو، يس اور نو كويشن، لو سؤال باي او لا رد باي او لا. اختصر كلامك، اوعى تكذب في اي حاجه حتى لو حاجه ملهاش علاقه بالكيس بتاعتك.